إذا أنت محجبة ما تعذبي حالك، ممنوع تعملي قاضية بلبنان. تعي خبرك ليش. 48% من قضاة لبنان نساء، ولا وحدة منهم محجبة. ليش؟ لأنه البعض بيعتقد أنه الحجاب بيوحي بانحياز القاضية للشريعة الإسلامية، وهالشي بيصير الشكوك حول حيادة. هيدا اسمه عرف. طيب هل هذا الشيء قانوني؟ أكيد لا، بالقانون ما في مانع أبدا من أنه تكون القاضية محجبة. طولوا بالكم واسمعوني. بالوقت لبنان بيمنع المحجبة من أنها تكون قاضية، برزت بغير دول قاضيات محجبات مثل رنا ظاهر أول قاضية لبنانية محجبة بنيو ساوث ويلز، رافيا إرتشد ذات أصول عربية تم تعيينها قاضي بمقاطعة ميدلاندز بإنجلترا، نادية القحف سورية ومحجبة وعينت قاضية بولاية نيوجيرسي، ولكن العرف بيمنع. هذا العرف بيتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء وحرية المعتقد، يعد انتهاك للدستور وللاتفاقيات الدولية وحتى لحقوق المرأة. البعض الآخر بيشوف إنه هاي الحجة مردودة والانحياز بيرتبط بضمير القاضي مش بلبسها الديني. هلأ خبروني، أنتم مع هذا العرف أو ضد؟